السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. كيما على بالكم خوتي، البارح كامل شفنا مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب الكونغولي، والحمد لله وربحنا 1-0 وتأهلنا لدور ربع النهائي اللي رايحين نلعبوا نهار الجمعة على الخمسة ان شاء الله ضد منتخب نيجيريا. المهم يا خوتي، هذا المواطن هو تونسي، وبعد مباراة الجزائر خرج هذا الشاب التونسي دار فيديو يتكلم على المنتخب التونسي تاعهم يعني والمنتخب الوطني ديالنا، وشنو هذا الشاب هضر كلام منطقي على المنتخب الوطني. ورانا نشوفوا بزاف فيديوهات في تيك توك عرب يلعبوها خوتي. على كل حال يهضروا على الجزائر، هما بهم مشاهدات ماشي بهم حب الجزائر، رانا نعرفوا العقلية. ولكن هذا الشاب التونسي خوتي هضر كلام من القلب. هيا ما نطولش عليكم، نخليكم تسمعوا. قبل ما تمشي تشارك في البطولة هذه، وقبل الفيزيك والتكنيك والتكتيك والحاجات هذه كلها، لازم يكون عندك حاجة اسمها الرجلة، الجرينتا، القرحة، انك ما تبخلش على شعبك وعلى ناسك والعباد اللي قاعدة مضحية وجاية تتفرج بحتى ذرة عرق، بحتى ذرة نفس. تحارب ماتش كامل دفاع وستيك لو تيران، الحشيش ترحيه، تخمم في العباد اللي قاعده تتفرج فيك في البلايص الكل، في الصحراء وفي الريف وفي المدينه، والعباد اللي سرقه الويفي والدنيا الكل باش تهز البطوله هذه. قبل ما تكون ملاعبي لازمك تكون راجل، لازمك تخمم في الناس. حتى ولو كانك على بنك البدلاء كما عادل بولبينا، تهبط في 7 دقائق تمركي بونتو عالمي وتخرج كره من الديفونس للوسط وباس في الظهر وتمركي بونتو مزيان برشا، تضرب كره في البار والجارديان ما يشوف حتى شيء. الحاجات هذه كلها ما توفرتش في المنتخب الوطني التونسي. احنا رانا ما استنيناش منكم راهو تهزوا الكوب دافريك، لكن على الاقل استنينا منكم نتفرجوا في كوره. احنا 4 راح شفنا ماتش اوغندا منتخب ضعيف، و3 راح ما فما حتى كوره. وهذه الحاجه اللي غاضتنا نحن، انه اسامي نتاع جوالات شويه هكا فما، والمنتخب الله اعلم ما فماش، والكوره ما فماش، وحتى شيء ما يفرح. حبيت نقول مبروك للمنتخب الجزائري اللي عن جداره واستحقاق ربح الماتش، راهو ماهوش بالزهر ولا ماهوش بحتى شيء. 6 ولا 7 فرص في الماتش، ماركه منهم بونتو في 120 مستحقه وعن جداره ضد الكونغو اللي هي مش فريق سهل، اللي خرجت نيجيريا من كاس العالم، واللي عامله برشا مباريات عالميين السنه في عام 2025 و2026. برافو والف مبروك المنتخب الجزائري، والعاقبه لينا ان شاء الله يجيبوا لنا راجل يشد المنتخب. المهم كيما سمعتوا خونا تونسي هدايا، هي بكل صراحة ماشي نصغروا من حجم التونسي وإنما الفرق بيننا وبينهم أنه احنا عندنا لاعبين محترفين في أوروبا خوتي. باش نكونوا واقعيين، يعني جوار يكون متخرج من مدرسة كروية في أوروبا ماشي كيما متخرج إفريقيا، بكل صراحة هذه. المهم نعاودوا نولوا الموضوع ديالنا تاع المنتخب الوطني. بكل صراحة بيتكوفيتش لحد الآن مازال ما فهمتش طريقة تاع اللعب تاعو، يعني والله غير الله يبارك. وعلى حساب ما روماركيت طريقة اللعب ديالو البارح، شوفوا الذكاء تاع المدرب بيتكوفيتش. الظاهر الايمن ديالهم دار من جهته اللاعب شايبي باش يعيه مليح، موراها اذا انتبهتوا خرج مازا ودخل بونجاح، ومن بعد واش دار عموره زاد طبعوا على اللي يزال باش يزيد يعي الظاهر الايمن مليح هذاك ما يطيبوا. وفي الاخير واش دار؟ دخل بولبينا وزاد حطوه في نفس الجهه اللي كيلعب فيها شايبي وعموره، وتما ضرب الضربه القاضيه ديالو. وشفنا بولبينا مع الدخله اول لمسه حطها في الجول ديريكت. وانتم خوتنا واش رايكم في التحليل ديالي؟ وشنو المحتوى تاعي اخبار؟ ولهذا ما نحبش نتكلم في كره القدم بزاف، والحاجه اللي نقدر نقولها لكم مادام فزنا على منتخب الكونغو فيها خير ان شاء الله. يعني منتخب الكونغو هو اللي كان يسبب عائق للمنتخب الوطني، وفيها خير ان شاء الله. هكذا خوتي، اتهلاو في روحتكم، ما تنساوش تخلوا لنا آراءكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.